اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. استكمالا للحلقات اللي بنتكلم فيها عن الدارك نايتس، النهارده هنتكلم على شخصيه جديده، هو باتمان ذا ميرسلس. ناخد فكره عنه عن قدراته في الكوميكس. باتمان ذا ميرسلس ده شخصيه تبع دي سي كوميكس، او ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر سبتمبر سنه 2017. الكلام ده كان في العدد رقم 1 من سلسله الكوميكس دارك دايز ذا كاستنج على ايد الكاتب سكوت سنايدر. هو بروس وين من ايرث نيجاتيف 12 في الدارك مالتيفيرس. هو عنده 8 سنين، ابوه وامه بيتقتلوا، بيقرر يبقى بطل يكافح الجريمه، يبقى عنده رحمة عكس أعدائه. بعد كده بنشوف إن إريس إله الحرب بيعمل لنفسه خوذة بتضخم من قوته 100 مرة. بتحصل حرب الإيقافو، باتمان وندر وومن بيحاربوه لمدة سنتين. في وسط الحرب هما بيحبوا بعض، بيقسموا إن هما هيموتوا إريس عشان يحطوا نهاية للحرب وعهده من الإرهاب، وبينجحوا إن هما ياخدوا الخوذة بالفعل. بنشوف إن إريس بيظهر فجأة بيضرب وندر وومن، باتمان بيفتكرها ماتت، بيقرر الانتقام، أريس بيتريق عليه، فباتمان بيفكر ان هو يلبس الخوذة على الرغم من تحذيرات وندر وومن ان هي هيكون ليها تأثير سيء، بس هو كل اللي كان بيفكر فيه ان هو عايز يوزن الكفة. بيلبس الخوذة بالفعل وبيعرف يموت أريس، بس هو بيتغير، ابتدى يشوف القيم والمبادئ اللي كان حاططها لنفسه زمان ملهاش قيمة. بيعرف ان وندر وومن لسه عايشة، هي بتحاول تاخد منه الخوذة بس هو كان أدمن القوة فبيموتها. بعد كده بيعمل حرب على العالم، ابتدى يموت السوبر فيلنز وموت السوبر هيروز اللي حاولوا يمنعوه، وبعد كده قتل الآلهة الأولمبيين وطلع على سيمسكيرا وقتل كل الأمازونيات. ومش بس كده، ده حبس أرواحهم في عملة معدنية عشان ما يرتاحوش ويبقوا خدم ليه. بعد كده بيقابل باتمان هولافس اللي بيقول له الحرب دي خسرانة يا صاحبي، أنا عندي ليك حرب أجمد، حرب من أجل البقاء مع المالتيفيرس التاني. هو بيوافق للانضمام إليه عشان يثبت للجميع إن طريقته العنيفة هي الصح، وبيبقى واحد من الدارك نايتس بتوع برباتوس. بعد ما بيوصلوا إرث زيرو هو مش بيعرف يبص لوندر وومن مغمى عليها اللي وقع في الأرض عشان ما تفكروش بديانا اللي كان بيحبها. بعد كده بيلاقي المعبد بتاع هاسيت اللي مرسوم على جدرانه قصة حياة باتمان بتاع إرث زيرو من قبل كورت اوف اولز اللي بيقعد يتريق عليهم وعلى سذاجتهم. بعد كده بيساعد مردر ماشين في السيطرة على الواتش تاور، وبعد 5 أيام من وصوله بيقرر ان هو يهاجم مقر عمليات أرجوس اللي كانوا عاملين اجتماع حرب مع باقي الهيئات العسكرية في أمريكا. هو بيتلاعب بيهم عقليا، بيخليهم يحاربوا بعض. بنشوف كمحاولة أخيرة لإيقافه جنرال لين بيؤمر بإطلاق سلاح دمار شامل في المكان اللي هم قاعدين فيه. السلاح ده قادر على قتل أي كائن حي في المنطقة اللي بيتضرب فيها على أمل إن هو يموت معاهم. بس بنشوف إن ميرسلس مش بيموت، ده بالعكس، ده بيمتص طاقة الانفجار، بيبقى أقوى وبيجبر القادة اللي لسه عايشين إن هم يركعوا له. بدل ما يقتلهم ويرتاحوا بيقرر إن هو يسيبهم عايشين عشان يبقوا شاهدين على انتصاره في غزو الأرض. بيقلع الخوذة، بيبص لستيف تريفور، بيفكروا بنفسه أيام لما كان عنده رحمة. بعد كده بنشوف إن جاستس ليج كانوا بيدوروا على الناس ميتال، هو بيحبس ديانا في بات كيف، بيتحداها في مبارزة، بيعرف ينتصر عليها. بعد كده بيطلق عليها أرواح الأمازونيات اللي قتلهم. بنشوف إن هي دلوقتي بتتحوط، مش بتعرف تهرب، وبيقبض عليها بيوديها لمدينة جوثام عشان تبقى بطارية للتونينج فورك، وسايبورج بيساعدها على الهرب. هو وديفيستيتور ودوم بريكر بيعملوا تليبورتيشن لكوكب سانجر، حيث مارشان مان هانتر ومستر تريفيك وجرين لانترن هال جوردن كانوا عايزين يشغلوا الفينيكس كانون عشان يمنعوا وقوع الارض في الدارك مالتيفيرس، بس بيلاقوا ان القطبيه معكوسه بسبب الدارك نايتس. هو وباقي الدارك نايتس بيقبضوا عليهم. بيكون قائد سفينة الكارير اللي على متنها الدارك نايتس اللي بيهاجموا سفينة التيما سول اللي على متنها فلاش وسايبورج وريفن. فلاش بيبطل مفعول بوابات قمع الجاذبية اللي بتمنع محرك سفينة الكارير اللي هو الكون الصغير من التمدد والتوسع. ميرسلس مش بيعرف يعمل معاه أي حاجة عشان فلاش سريع جدا. بعد ما ريد ديس بيتصاب بالطاقة النقية بتاعة توسع الكون الصغير ده، القطبية فيه بتنعكس، شخصية بروس وين بتتشال، واللي بيسيطر على الجسم دلوقتي هو باري ألن اللي بيتحد مع فلاش بتاع إرث زيرو إن هم يتغلبوا على ميرسلس. في المعركة الأخيرة بنشوف إن وندر وومن بتصحي الأبطال المقبوض عليهم في جوثام. هو وزاد راوند بيكونوا داخلين في معركة قصاد أقوى مان وكانوا قربوا إن هم ينتصروا. بيجي باتمان وبيرمي على أقوى مان وجرين لانترن بات رينجز مصنوع من التنس ميتال، فبيبقى عندهم قوة أكبر بكتير وبينتصروا على الدارك نايتس من ضمنهم ميرسلس. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته. هي قدراته، هو عنده كل قدرات أريس متضخمة 100 مرة بسبب الخوذة. عنده قدرة عالية على امتصاص الطاقة، بيتحكم في الماجما وبيخليها تظهر، وعنده قدرة إن هو يستدعي غرفة الأسلحة الخاصة بيه بكل سهولة. عنده مايند كنترول، بيصيب الآخرين بالغضب والرغبة في القتال والعنف وعبادته.
هو كمان بيعرف يبص في قلوب البشر ويعرف مكنونهم. قوة بدنية كبيرة جدا، قدرة عالية على التحمل، الحصانة، ومنيع ضد الهجمات المختلفة والأسلحة، خبير في القتال بالأيدي والمبارزة بالسيوف. هو عنده عين طايرة، وهو بيمثل خوف باتمان عن ايه ممكن يحصل لو ابتدى يقتل. بالإضافة لدور وندر وومن المهم جدا ان هي بتخليه يشوف الخير في الآخرين، بالإضافة لإحباطه الشديد ان هو مش عارف يوقف حربه ضد الشر عشان دايما اعدائه بيرجعوا. بس كده دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على كل حضور باتمان ذا ميرسلس في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس انت ايه رايك في الشخصيه دي. احنا خلاص قربنا نخلص الدارك نايتس بتوع الدارك مالتيفيرس. احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.